مساء الخير. موضوعنا النهارده يعتبر من المواضيع اللي صعب جدا نخلصها في حلقة صغيرة. صعب جدا أصلا نجمع كل النقط اللي ممكن نحتاجها فيها في مرة واحدة. بس اللي هنقدر نعمله زي ما هنعمل في أغلب المواضيع اللي هنحاول نتكلم عليها، إننا هنحاول نغطي أكبر قدر من النقط اللي نقدر نركز فيه في مرة واحدة. وبعد كده لما نلاقي فرصة تاني إن احنا نجمع عدد تاني من النقط اللي نقدر نركز فيه في حلقة تانية، ممكن ساعتها نعمل جزء تاني ونغطي زاوية تانية من نفس الموضوع. موضوعنا النهاردة من المواضيع المحورية جدا اللي بتمس كل المواضيع التانية اللي ممكن نتكلم فيها. جايز العنوان يخلي حد يصنف الحلقة على إنها حلقة دينية. في الحقيقة لا، الموضوع ده بالنسبة لي من المواضيع اللي بتمس كل نواحي حياتنا، بتمس محاولاتي للنضج والنمو، بتمس تعاملاتي اليومية وعلاقاتي بكل أنواعها. ببقى بائس جدا لو فصلت ما بين الجانب ده وما بين كل الحاجات التانية اللي بحاول أعملها في حياتي. خلينا نفكر مع بعض النهاردة بالراحة. الله علاقته إيه بالجوانب الإنسانية بتاعتي اليومية، بتعاملاتي اليومية وبمحاولاتي للنضج والنمو؟ خلينا نقول أول نقطة كده مهمة جدا محتاجين نركز فيها ونفكر فيها مع بعض، إن الله المفروض إن هو اللي يكون بيشكلني، مش أنا اللي بشكل صورته حسب تصوراتي. بمعنى كتير مننا ممكن يكونوا سمعوا عن ربنا من زمان جدا، اتقال لهم عنه حاجات كتير جدا من البيت، من رجال الدين. المهم انه في الاخر اتكون عندي تصور عنه، وابتديت لما كبرت اتعامل معاه بناء على التصور ده. فلو انا شخص متساهل جدا 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 مع نفسي ومش بعرف احط لنفسي اي حدود، بسهولة جدا ممكن اشوف ان الله انعكاس لنفس الصورة دي، مش فارق معاه اي حاجة ومش فارق معاه اي حدود. وعلى العكس، لو انا شخص متزمت جدا جدا مع نفسي ومع اللي حواليا، بسهولة جدا ممكن كانعكاس لده اشوف ان الله متزمت جدا معايا بنفس الشكل، واقف لي على الوحدة وفارق معاه كل هفوة بتصدر مني، مستعد يدخلني الجحيم عشان أي سقطة ممكن أقع فيها، مستعد يعاقبني في كل مرحلة في حياتي بسبب أي حاجة أنا مش أمين فيها. لو أنا شخص متعصب جدا لرأيي والمعتقدي ضد كل المختلفين عني، ببساطة جدا هشوف إن الله ما بيسمعش وما بيقبلش غير المنتمين للمعتقد بتاعي. دي غالبا اللحظة المفضلة لمحبي التطرف، اللي هيقولوا غالبا يعني أنت قصدك إن مفيش فرق بين الأديان ومفيش فرق بين الطوائف، أنت لا طائفي، أنت لا ديني. يا جماعة نهدى وبالراحة. إحنا هنا بنتكلم على نقطة محددة. هل لو أنا بتبع دين أو طائفة معينة، وإن كانت هي الطائفة أو الدين الأقرب وصاحبة التصور الأدق عن الله، فليكن، هل ده معناه إن الله ما بيقبلش حد بره الطائفة دي أو الدين ده، ما بيقبلش يسمع من حد؟ ولا هو فارق معاه جدا إن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون؟ ساعات كتير تطرفنا وتعصبنا ناحية فكرة معينة بيخلينا بنكره اللي قدامنا، مش إن إحنا فارق معانا إنهم يقبلوا للحق. اسمحوا لي هنا أرجع خطوة لورا تاني علشان إحنا دخلنا في النقطة دي بدري. النقطة الأساسية اللي بنتكلم فيها دلوقتي إن الله هو اللي محتاج يكون بيشكلني من خلال علاقتي بيه، مش أنا اللي أحط تصور عن الله وامشي عليه بناء على الكلام اللي اتقال لي من زمان والمفاهيم اللي اتحطت لي في دماغي. محتاج علاقة حقيقية مع الله، أتعرف عليه وأقبل إنه ممكن في وقت يصلح لي مفاهيم عنه، مفاهيم غلط اتحطت لي من زمان. بلاش أكون متعصب لأفكاري عن الله، لأن ساعات كتير ممكن أفكاري عنه تعطلني عن معرفته. عارفين كده لما يبقى في دكتور في الجامعة وأنا لسه طالب داخل أول سنة، فالدفعات اللي أكبر مني تقعد تقول لي فكرتهم باختصار عن كل دكتور من الدكاترة، فأنا عرفت خلاص إن الدكتور دوت تنك، والدكتور دوت شديد قوي، والدكتور ده هيسقطنا كلنا، والدكتور ده ما بنفهمش منه حاجة. فهبتدي أدخل كل محاضرة وأنا عندي معلومات مسبقة عن كل حد من الدكاترة. لو أنا صدقتها أزيد من اللازم وما رضيتش أدي نفسي مساحة إن الدكتور ده نفسه يثبت لي العكس، هفسر كل تصرف منه بناء على المعلومة اللي اتقالت لي. يعني لو في يوم قلت له دكتور بعد إذنك وما سمعنيش، دماغي هتفسر الموقف ده إنه تنك فعلا، في حين إن الراجل ما سمعنيش، مفيش حاجة. فساعات كتير تصوراتنا عن الله بتمنعنا من إننا نعرفه معرفة حقيقية، بتمنعنا من إننا نفسر تفاعلاته معانا وتدخلاته في حياتنا بتفسير صح، بنظرة حقيقية لطريقته في التعامل وتوجهه معانا. تاني نقطة، الله والعلاقات. نقدر كده نقول بشكل ما إن النقطة دي متفرعة من النقطة اللي فاتت، لأن إحنا ساعات كتير بنختبر في حياتنا العلاقات بكل أنواعها، ونسقط اختباراتنا وخبراتنا في العلاقات دي على علاقتنا بالله. فلما أنا أعدي في حياتي على كذا حد وعلاقتي بيه يكون فيها استغلال مثلا،
أو ترصد وحد واقف لي على الواحدة طول الوقت. فأنا ساعات كتير بيتكون جوايا بسبب خبرتي في العلاقات إن الله كمان واقف لي على الواحدة. ساعات كتير لما اختباراتي في العلاقات بيكون فيها حب تملك، حب غير ناضج وسعي للتملك، بتخيل إن الله اللي فارق معاه إن هو عايز يتملكني برضه، خلقني بس عشان أعبده واسمع كلامه. حب تملك صافي. لو أنا جربت علاقات فيها إذلال وفيها طرف بيفرض سيطرته على التاني، ساعات كتير بتخيل عادي جدا وبصدق إن الله مستعد يذلني في علاقتي بيه، مستعد يفرض سيطرته عليا بشكل بيلغي كل إرادتي ورغبتي. اللي عاوزين نوصل ليه في النقطة دي إن هنا برضو المعادلة معكوسة. مش المفروض إن أنا أختبر علاقات بكل أنواعها ومستوياتها وخبراتي في العلاقات أسقطها على الله. بالعكس، المفروض والصح إن أنا أهتم جدا بعلاقتي بيه، علاقة شخصية بيه، أتعلم منها معنى العلاقات، أتعلم منها الصح اللي المفروض أطبقه في باقي العلاقات، وعلاقتي بيه دي تساعدني أفلتر باقي علاقاتي، تساعدني أحدد إيه العلاقات التانية اللي تستاهل إنها تكمل لأنها على مستوى راقي يليق بمعنى العلاقات اللي أنا اتعلمته منه، وإيه منها اللي محتاج تعديل وتظبيط وتقويم علشان يبقى علاقة سوية، وإيه منها اللي لازم ينتهي لأنه أبعد ما يكون من إنه يتسمى علاقة سوية متزنة. ثالث نقطة ممكن نركز فيها الله والدين. الله هو الأساس لأي طريق. العلاقة بالله المفروض إن هي الهدف من أي طريقة وكل دين. فلو أنا بحاول أكون شخص متدين بدون علاقة شخصية حقيقية بالله، ما أعتقدش خالص إن أنا بوصل لأي حاجة. علاقتي الشخصية بالله بتنقي مفاهيمي الدينية، بتنقي علاقاتي بالناس، بتنقي تصوراتي أنا الشخصية عن الله نفسه. للأسف كتير جدا هنلاقي ناس متدينين لكن واضح عليهم جدا على حياتهم وطريقة تعاملاتهم ومراعاتهم للناس اللي حواليهم قريبين أو بعاد، باين جدا عليهم في كل الجوانب دي إنهم مش على أي صلة بالله اللي المفروض يكون بيحسن من كينونتهم، بيعلي من مستوى مفاهيمهم كل يوم عن اليوم اللي قبله. ومن هنا نقدر ندخل في النقطة الرابعة، علاقة الله بمسيرة النضج والنمو الشخصي بتاعي. هل أنا مجرد إني أقعد مع نفسي وأركز أنا إيه اللي محتاج يتطور فيا؟ هل ده كافي؟ هل إن أنا أقعد أشوف محاضرات تنمية بشرية وموضوعات بيلقوها دكاترة نفسيين؟ كل الكلام ده مهم جدا جدا، بس هل الحاجات دي كافية إن هي تعمل تغيير حقيقي جوايا وتنقلني من مرحلة لمرحلة تانية في نضجي؟ الموضوع أعتقد أشبه كده بفكرة إني عندي مرض معين، فرحت الدكتور شرح لي 1 2 3 دي مشكلتك وانت محتاج الفترة الجاية تتعامل بالشكل الفلاني علشان نعالج المشكلة دي، وكتب لي أدوية. فأنا سمعت منه كلام واقتنعت، بس ما خدتش الأدوية. المادة الفعالة اللي المفروض تساعدني في علاج المرض أنا ما دخلتهاش جسمي. نفس الفكرة، هشوف محاضرات واتفرج على كورسات واقعد أفكر مع نفسي واسأل ناس كبيرة، في الآخر عدم وجود علاقة حقيقية شخصية بالله بتخلي إن المادة الفعالة للنمو والنضج والشفاء ما بتدخلش في كياني. ده مش كلام دروشة ولا نظري. الله رحيم جدا، ومستحيل يكون خلق الإنسان بدون طريقة حقيقية ممكنة للتواصل معاه. فأوكي، أنا هاخد كل الخطوات اللي ممكن تساعدني في إني أتنور وأفهم أكتر وتتفتح في دماغي أفكار جديدة ما كنتش هعرف التفت ليها وأنا لوحدي. لكن التظبيط الفعلي بقى جوايا في دماغي وفي طريقة إدارتي المشاعري، مفيش أي حاجة نظرية هتنفع فيها، مفيش أي علاقة سوية حتى هدخل فيها مع بني آدمين هتنفع لوحدها تعالج. الله اللي عارف ومدرك حدود كياني كله، هو اللي خالقني، هو اللي عارف نقط قوتي وضعفي، هو اللي عارف كل اللي أنا عديت بيه من وأنا صغير لغاية ما كبرت من صعوبات وحاجات حطمت فيا وحاجات تاني بانت فيا. هو اللي مدرك كل التفاصيل دي، هو اللي عارف فين كل مرض اتوجد جوايا، فين كل كسر حصل وإزاي هيتعالج. فأنا بعمل كل الحاجات الممكنة وبستخدم كل الأدوات المتاحة قدامي عشان أفهم ووسع مداركي وأقدم له بعد كده الحاجات دي في علاقة شخصية عشان هو يستخدمها في إصلاح اللي باظ جوايا. لأن أنا لو همشي المسيرة دي لوحدي بسهولة جدا العلاج بالنسبة لي هيتحول لماسكات بلبسها. يعني أنا عندي مشكلة معينة، قريت وسمعت واكتشفت المشكلة واتأكدت من وجودها عندي، بسهولة جدا ممكن أخدع نفسي بإني بحل المشكلة، لكن الحقيقة تكون إني بلبس ماسك يغطي المشكلة دي، بعمل أداء معين ظاهري مش حقيقي، مش طالع من جوايا. عشان كده ما أسهل إن الإنسان يخدع نفسه في مسيرة النمو والنضج لو الله مش معاه في المسيرة دي في علاقة حقيقية يومية. رقم 5، علاقة الله إيه بإحساسي بالأمان.
إحساسي بالأمان النهاردة وإحساسي بالأمان ناحية المستقبل. إحنا في زمن بقى ضاغط جدا من حيث القلق والتوجس من المستقبل. هل أنا اللي بيحسسني بالأمان إن أنا أكون شغال جامد جدا وبجيب كم الفلوس الكافي إنه يأمن لي أنا وعيلتي مستقبلنا، فأنا أماني بيتناسب طرديا مع كم الفلوس اللي بجمعه؟ أصدقائي محبي التطرف هيقولوا لي دلوقتي يعني أنت شايف إن إحنا المفروض ما نشتغلش وما نتعبش وما نجيبش فلوس؟ ما قلتش كده. هنشتغل وهنتعب وهنحاول نطور من نفسنا وهنحاول نخلي دخلنا أفضل، بس إحنا عارفين ومتأكدين إن في لحظة ده ممكن يروح. فاللحظة اللي هيروح فيها كل نتائج محاولاتي دي، هل أنا مدرك ومتعود في كل يوم وبركز على النقطة دي كده في بداية كل يوم إن الله هو المصدر الوحيد المنطقي لأماني، الوحيد اللي هينفع يديني أمان بجد، هو كلي السلطان اللي قادر بالقليل أو بالكثير يحافظ عليا ويضمن إني محتاجش. وارد تشوف إن الكلام ده نظري جدا ووارد تكون مصدقني، بس كل اللي أقدر أقوله إن أنا بتكلم في ده من واقع إيماني الشخصي واختباري اللي على قدي. النقطة السادسة والأخيرة في الفيديو ده نقدر نقول إنها عن علاقة الله بتفاصيل يومي. ساعات كتير إحساسنا بإن تفاصيلنا تافهة بتخلينا ما نشاركوش بيها، وبالتالي بنضيع مئات الفرص إننا نشاركه بتفاصيلنا في كل يوم وإحنا خسرانين في الآخر. وهنا دي بتلمس مع نقطة تاني فوق، إن ساعات كتير لما ناس في علاقاتهم بينا استتفهونا وأكدوا لنا إن إحنا تافهين جدا، إحنا كمان بقينا مصدقين إن الله نفسه مستتفهنا، مستتفه تفاصيلنا. إحنا محتاجين في تفاصيل يومنا نشاركه بيها. يا رب أنا دلوقتي بواجه مشكلة كذا، ساعدني لو سمحت، أنا مش عارف أتعامل إزاي بشكل سوي. أنا دلوقتي مشاعري مضغوطة جدا بسبب الإهانة اللي تعرضت لها من فلان، ساعدني أتعامل بشكل سوي، ما كنش بفرط في حقي وفي نفس الوقت مش بتعامل بطريقة تخليني أنزل من المستوى الراقي اللي أنت خلقتني عليه. أنا محطوط دلوقتي في موقف صعب جدا، وعشان أعدي منه أنا لازم أغلط، وكل الطاقة اللي جوايا بتقول لي أعمل الغلط ده عشان أعدي، بس عارف إن أنت بصوت هادي جدا بتقول لي بلاش تعمل الغلط. جوايا مبدأ نظري بيقول لي إن أنت أكيد عاوزني أعمل الصح وإنك هتكون معايا في النتائج، بس على مستوى عملي أنا خايف من النتائج. حتى لو أنت معايا مش مدرك وجودك معايا ده هيساعدني إزاي وأنا بواجه النتائج. فلو سمحت اديني الشجاعة اللي أعدي بيها الموقف ده بدون ما أغلط، واديني بصيرة أشوف بيها حضورك معايا في نتائج الموقف. تفاصيل يومي طول الوقت أقدر أشاركه بيها، وده هيعلي حساسيتي في إني أسمعه. الله مش موضوع نظري، الله الطبيعي إن يكون ليه علاقة بكل تفاصيل حياتي وليه علاقة بيها كفاعل مؤثر بيغير وجهة نظري وبياخد ويدي معايا وبيعلي من قدرتي على التفكير بشكل منطقي وإدارة المشاعر بشكل صح. الله محتاج يبقى جزء أساسي في تعاملاتي وعلاقاتي. بتعلم من خلال علاقتي بيه معنى العلاقات السوية، وبطبق اللي اتعلمته معاه على باقي علاقاتي. شكرا جدا على وقتكم وأشوفكم على خير.